الفنانة الكبيرة نعيمة الصغير من مواليد اسكندرية 25 ديسمبر 1931. اتوفت في 20 أكتوبر 1991 عن عمر يناهز 60 سنة. ليه اسمها نعيمة الصغير رغم ان اسمها الحقيقي نعيمة عبد المجيد عبد الجواد؟ وليه اسمها اتغير لنعيمة الصغير؟ وليه كانت مطربة كبيرة جدا، وكان مطربة كانت مطربة وصوتها جميل جدا وبتغني في الافراح والصالات والملاهي؟ وليه وصل ان هو يكون صوتها اجش وخشن؟ ليه وصل لدرجة الخشونة ديت؟ وليه هي اتسمت باسمها نعيمة الصغير؟ والفنانة الكبيرة المشهورة بالكتعة، وانها حماة مفترية، واشتهرت بان هي نظلي في الشقة من حق الزوجة. والنهارده هنتكلم عن الفنانة نعيمة الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. واهم حاجة يا رب راحة البال والصحة والستر. يا رب اهم حاجة راحة البال. حبايبي عيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم اختي واخي وابي وامي، وارحم جميع امواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي عيلتي وناسي، شكرا على الكومنتات الحلوه والتعليقات السلبيه البناءه. شكرا على حبايبي اللي نوروني. شكرا على حبايبي اللي داموا وفضلوا معايا وفضلوا في ظهري بعد طبعا فضل ربنا. شكرا لحبايبي اللي نوروني. اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر فضلا وليس امرا. ولما نوريش في القناه اتمنى يجي وينورني ويعمل لي لايك فضلا وليس امرا. حبايبي عيلتي وناسي، في كومنت طلع وبيقول لي ان انا بتكلم على على الميتين وعلى سيرتهم. انا دلوقتي بتكلم على الناس دي اللي هم بيطلعوا في احد البرامج وبيقولوها بنفسهم على لسانهم، وبقى انا بقولها نقلا عنهم، او بيبقى موضوع عن في مجلة هم قالوها برضو بلسانهم في حديث صحفي قالوه على لسانهم. فانا مش جايبه حاجه من عندي، انا بنقلها عنهم وصفا وتفصيلا بلساني. حبيبتي الناس، زي ما قلت لكم الفنانه الكبيره نعيمه الصغير المشهوره بالكتعه ونصلي والحماه المفتريه. وازاي ان هي كانت بتشتغل في الصالات والافراح. اول ما اشتغلت في الصالات والملاهي والافراح ابتدى ان هي بقى بتدور على ازاي توصل للتمثيل والفن. لكن هي اللي سبب ان هي اتجهت للتمثيل ان هي صوتها اتعرض ل ان صوتها اجش، وبقى اجش وخشن بسبب ان احد زميلاتها بتقول هي نقلا عنها والله، ان هي بتقول ان هي واحده من زميلاتها حطت لها في كوباية الشاي مادة سامة أثرت على أحبالها الصوتية بعد ما كان صوتها جميل جدا جدا. وكانت عاملة دويتو هي وزوجها محمد الصغير. وسبب تسميتها لنعيم الصغير إن هي قالت إن هي تسميه على اسم زوجها محمد الصغير، لأن هما الاتنين كانوا بيطلعوا في الصلاة وبيعملوا دويتو مع بعض ومونولوجيست مع بعض ودويتو سوا زي ما انتوا كده عارفين. ولما طلعوا مع بعض دويتو فلقبت نفسها بنعيمة الصغير. وسبب صوتها الاجش ان هي زي ما قلت لكم اتحطت لها ماده سامه في الشاي. ولولاش ان هي بتقول ان كنت بتغذى كويس وبنيتي قويه في جسمي، الا ان الماده السامه دي اثرت بس على احبالها الصوتيه وما ادتش لوفاتها، لان هي كانت فعلا هتادي لوفاتها. وهو ده سبب صوتها الاجش وسبب تسميه اسمها لنعيمه الصغير بسبب زوجها محمد الصغير. ابتدت بقى لما راحت للصالات والافراح اعجب بيها الفنان المخرج حسن الامام. لما اعجب بيها وبصوتها ابتدى ان هي اول ما غنت في فيلم اليتيمتين 1948. كان صوتها جميل جدا وكانت بتشتغل كمطربية ومغنية في الفيلم. طبعا زي ما انتم عارفين كانت بتدور على ازاي توصل، فابتدت تلتحق بفرقة ابراهيم حمودة، الممثل ابراهيم حموده، وبعدين الممثل الكبير اسماعيل ياسين. وابتدت بقى ان هي تدور على الفن وتتجه للفن بعد ما وصل صوتها ان هو يكون اجش وخشن. طبعا ما ينفعش ان هي تبقى وتصلح ان هي تكون مطربه. فبعد كده لما ابتدت بقى معجب بيها الفنان الكبير يوسف شاهين. كان معجب بيها، كانت بتغني في احد الكباريهات تحت بيته. لما كانت بتغني تحت بيته فاخدها وتشتغل معاه في اسكندريه ليه، في فيلم اسكندريه ليه.
زي ما قلت لكم بقى اتجهت للتمثيل وبعدت عن الطرب بسبب صوتها. ابتدت بقى ان هي في الفن وتتواصل في الفن، واشتغلت العفاريت، واشتغلت المكالمة بعد منتصف الليل، وكمان الشقة من حق الزوجة، وسفاح كرموز، وساكن قصادي، والعديد من الافلام اللي كانت الناس بتحبها. ورغم ان هي كانت بتطلع بادوارها ان هي حماه مفتريه، انها كانت فعلا وزعيمه عصابه، لان كانت فعلا كانت فنانه جميله وليها العديد من الصداقات، والعديد من صداقاتها مع الفنانين وحبها ليهم، وكانت بتحبهم جدا. والفنانة الكبيرة نعيمة الصغير ابتدت بقى ان هي بقى لما اشتهرت، وكانت رغم ان هي كانت دورها ثانوي لكن كان مؤثر مع الناس وبأدوار الشر، وانها زعيمة عصابة وأثرت مع الناس، والناس حبوها جدا، وصداقتها الجميلة مع الفنانين، إلا إنها لم يحضر جنازتها إلا فنان واحد بس، هو الفنان الكبير الجميل يونس شلبي. ولكن العديد من الجيران والعديد من الأصدقاء حضروا لها جنازتها، وحضروا جنازها وحضر جنازتها برضو زي ما قلت لكم فنان واحد هو الفنان يونس شلبي. عايزه اقول لكم ان الفنانه نعيمه الصغير حفيدتها يعني هي مش معروفه، لكن بتدور ادوار صغيره جدا، وهي عبير الصغير، وهي مش مشهوره قوي، وطلعت في فيلم البحر بيضحك ليه، وطلعت في ادوار مش معروفه، يعني ادوار صغيره جدا. وكانت اخر ادوارها كانت في مسلسل في رمضان اسمه اعلى نسبه مشاهده. حبايبي، هو ده اللي كنت عايزه اقوله لكم، وازاي نعيمه الصغير كانت اتوفت في اخر ايامها لنتيجه ارتفاع ضغطها الدائم. كان بيرتفع ضغطها لدرجه ان هي يعني كانت بتروح وتيجي على المستشفى القوات المسلحه، لكن لما لقوا ان ضغطها مش راضي ينزل خالص، فاضطروا ان هم يحجزوها في المستشفى. ولما حجزوها في المستشفى ابتدى بقى السكر يعلى جدا، وكان عندها آلام روماتيزمية مبرحة، فحجزوها في المستشفى، إلا أن توفت في 20 أكتوبر 1991 عن عمر يناهز 60 عام. وهي دي كانت حكايتنا النهاردة عن نعيمة الصغير، وليه صوتها، وليه غيرت اسمها، وليه صوتها وصل لكده، وعن حفيدتها وازاي توفت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي عيلتي وناسي، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. وشكرا، هتوحشوني للفيديو اللي جاي.